أهلا وسهلا بالأميرات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي أن أحوالكم وأموركم كل تكون بخير على خير. وعدنا والعود أحمد. اليوم البنات غادي نشارك معكم روتين غديوة وعشيوة. المهم داكشي اللي غادي ندير هاد النهار غادي نشاركو معكم البنات. غديوة صيفية بامتياز، لا من تحلية لا من العصير لا من سلطة كلشي. غير خليكم معايا وما تنسونيش بلي لايكات ديالكم. وقبل ما نبداو الفيديو ندوزو نصليو على سيد الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما كتشوفوا الغزالات، كنحاول دائما نبدا معكم الفيديو بالوان الطبيعه بالخضوره والطاقه الزوينه بحالكم. ما شاء الله البنات، شوفوا لي على هاد النبته، هاد لي بلونت هادي كتحمق ما خلاتش ليا العقل. عرفتوا تبارك الله غير في الطول ديالها راه طول مني. عجباتني وخديتها من ايكيا. زوينه زوينه البنات، يعني هذه النبته طبيعيه كتكبر هكا في الظل، كتسقيها مره في اسبوع وصراحه فتنه. عرفتوا دائما كنصحكم بانكم ديروا هاد لي بلانت هادو في الدار، كيعطوك واحد الراحه نفسيه لا مثيل لها. الناس اللي جربوا هاد القضيه هادي هما اللي غيعرفوني على ايش كنهضر. صراحه كيعطوك واحد الطاقه زوينه، واحد الراحه نفسيه، واحد الهدوء، واحد الكالم. يعني بعض المرات كتبقاي غير بوحدك وكتاملي فيها. ودرت ليها البنات هاد السله مغلفه بالبلاستيك من الداخل، يعني واخا تسقيها ما كيوصلها لا ما لا والو. وزوينه، يعني كتفكرنا في داكشي البلدي، الطوقه وداكشي ديال ايامات زمان. وهنايا الغزالات غادي ندوز نشارك معكم الغديوه. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نشارككم الزعلوك على طريقتي. كما كتشوفوا البنات هنايا درت صدر ديال الدجاج قطعته مكعبات، درت معاه الثومه، درت معاه البزار الخرقوم، ودرت معاه شويه ديال المليحه والزيت البلديه. صافي خليته حتى تشحر مزيان. وهنايا كما كتشوفوا شديت الدنجال قطعته هكا رقيق. ضروري هكا البنات الا بغيتو تسهلوا عليكم هاد الزعلوك هذا. حاولوا تقطعوا الدنجال رقيق ليه باش ما ياخذش معكم وقت كثير في الطياب. وهنا عندي فليفله حمراء حتى هي قطعتها مكعبات صغار، وقرعه خضراء. هاد القريعه هذه اللي هذا هو الموسم ديالها تبارك الله راه موجوده. يعني هذا الزعلوك بالخضره والدجاجه البنات كيجي كيحمق. كنتمنى انكم تجربوه. كيبقى هكا كمقبله سخونه مثلا مع الدجاج مشوي مع الروز، يعني تقدري تقدميه مع عده اشياء. هنا البنات عندي القزبر ومعدنوس اللي طحناهم ديجا كديرهم في الثلاجه مع زيت العود، بقى لي غير شويه درتو. ودرت المصير. وهنايا البنات غادي نضيف الزيتون كما كتشوفوا. صافي وغادي نخلي، ودرت كذلك عيشقه صغيره ديال الهريسه. الهريسه البنات كتبدل ليه المذاق ككل. صراحه كيجي فن بهذاك المذاق ديال الهريسه، كتعطي واحد البنه ديال الحروره كيجي زوين. صافي هنايا ضفت كلشي البنات. هنا من بعد ما طاب بقات لي تقريبا شي 5 ديال الدقائق ونطفي عليه. وكما كتشوفوا راني مرقت تقريبا شي كاس ديال العنبه ديال الماء، ما كثرش بزاف. في الاخير هنا البنات غادي ندير لاصوص ديال المطيشه كما كتشوفوا. وغادي نخليه حتى يحيد منه هذاك الماء، لان الزعلوك ضروري ما خاصوش يكون سايح بزاف. غنزيد عليه 5 ديال الدقائق وغادي نطفي عليه البوطه البنات. وغادي ندوزو للطبق الرئيسي. كما كتشوفوا عندي هنايا الدجاج ما بين فخذ وصدر، اللي نقيته مزيان وكتمرقداه في الحامض سكنجبير طري. عاسو كيولي فيه واحد الرويحه زوينه ديال هذاك السكنجبير. حنايا البنات ضفت ليه الزعتر حكيته هكا بيديا. هنايا عندي عصير ديال الحامضه كبيره كما كتشوفوا، عصرتها مزيان وحيت ليه هذوك الحبيبات اللي كيكونوا في الوسط. هنا البنات عندي الازير. غادي غسلته مزيان. هنايا كما كتشوفوا درت ليه هذا المقص بغيت نقطعو، ولكن صراحه هذا المقص عصبني. ما كيقطعش ليا مزيان. غادي نحيد المقص وغادي نخدمو غير بيديا كما كتشوفوا. غادي نحاول نحيد غير هذوك العروشه اللي كيكونوا الوسط، هذوك اللي كيكونوا طوالين باش ما يجوكش هكا في الدجاج. صراحه الازير سوا فريسكو او لا كنتي ميبساه كيجي زوين زوين بزاف في الدجاج. صافي هنايا البنات غادي ندير هكا الزيت البلديه اولا الزيت العاديه اللي كطيبوا بها. صافي وغادي نزيد شويه ديال البصر وشويه ديال الخرقوم. هادو هما الخلطه اللي غادي ندير هذا النهار. المهم بالنسبه للدجاج انا كل مره كندير خلطه في شكل. اليوم قلت غادي ندير هذه الخلطه هذه. ودائما الانسان كيقضي بداكشي اللي موجود عنده. بهذه الطريقه الدجاج كيجي زوين بزاف، وتقدروا ديروا معاه شي معيشقه هكا ديال المايونيز باش يبقى داك الدجاج طري ما يجيكمش يابس. صافي البنات غادي نجيب لاطه ديال الفران. المهم بعد ما شرملت الدجاج مزيان في الطاسه
خليته تقريبا واحد ثلث ساعة، لانني كنت مزروبة ما طيبته دغيا. صافي هنايا البنات فرشت هاد الورق الفرن، درت فيه الدجاج. وبالنسبه لكم يعني الا كان عندكم الفران كيشرب بزاف، حاولوا ديروا ورق واحد اخر من الفوق تغطيوه، باش داك الدجاج كيطلق داك المرق ديالو وما كيجيش يابس. هنايا البنات درت سلطه ديال مطيشه والخيار. كما كتشوفوا هذه الشلاضه العاديه ديالنا كاملين اللي كنديروها في اخر لحظه. درت مع شويه ديال الكمون وشويه ديال المليحه والزيت العاديه. صافي هنايا البنات غادي ندوزو للتقديم. كما كتشوفوا خديت هاد المعدنوس. كيعطي واحد المنظر ديال شي حاجه فريسكو، شي حاجه فريش، كيجي زوين بزاف في التقديم. صافي الدجاج ديالنا بعد ما طاب غادي ندوز نقدمو على هاد الشكل، غادي نديروه هكا فوق من المعدنوس. وديجا البنات كتصايبت واحد التحليه كما كتشوفوا بالحليب ديال نيدو والكاكاو والبيستاج، كتجي روعه كتحمق البنات. بالنسبه للزعلوك ديالنا كما كتشوفوا خليته ساعه قاد مزيان، كان هذا هو الشكل ديالو. وهنايا درت العصير ديال الليمون وخيزو سميتو والتفاح. كيما شديت خيزو سلقته غير نص سلقه، المهم غير طلعت عليه الغاليه وطفيت عليه خليته حتى برد، وطحنته مزيان بالماء ديالو. عاد ضفت عليه التفاح وضفت عليه عصير ديال الليمون وثلاثه ديال البنانات. كيجي عصير زوين البنات، كيجي حلو وبدون سكر ومنعش. عرفتي ملي كديريه في الثلاجه كتخليه حتى كيبرد وكتشربيه، صراحه يعني كيحيد عليك واحد العطش ديال النهار كامل. والبنات كانت هذه هي الغديوه ديالنا، الزعلوك، التحليه والدجاج اللي درته الفران، والسلطه العاديه اللي شاركت معكم. المهم البنات يعني في هذا الصيف كتحاولي كل مره ديري حاجه بشكل تقريبا حتى الشاي ديال الماكله ما كتبقاش. كنوليو نقلبوا على شي حاجه بارده، شي حاجه اللي ساهله، شي حاجه هكا اللي ما تاخذلكش الوقت بزاف. عرفتوا الصودا تبارك الله راه ما شاء الله. وكنتمنى البنات ان الافكار ديال هذا النهار انهم يكونوا نالوا اعجابكم. وهنايا البنات غادي ندوز غنشارك معكم واحد الكريم. هذا الكريم هذا مرطب، كما كتشوفوا نايت كريم وايد فيتامين او. هاد الكريم البنات وصراحه جربته واعر واعر في الترطيب، كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. يعني هاد الكريم تقدر ديريه غير في الليل هكا وديريه على بشره اللي تكون نقيه، فيه الفيتامين او وكيعطي كيغذي البشره بواحد الشكل ما نعاودش لكم عليه. يعني يمكن لك تستخدميه غير في الليل، ممنوع انك ديريه بالنهار فوق مع الشمس ومع الفران ومع الطياب وداكشي. كيدار غير في الليل، صراحه مرطب زوين بزاف. جربته البنات وعجبني، داكشي علاش قلت غادي نشاركو معكم. بالنسبه للبنات هكا اللي كيقلبوا على شي مرطب، شي حاجه ديال الايدغاتاسيون ديال البشره، بعض المرات عرفتي كتحيري كتبقاي تقلبي واش هادي تليق ليا واش هادي ما تليقلياش، واش هادي وفي الاخر ما كتاخدي حتى شي حاجه. المهم بالنسبه لهاد الكريم البنات انا شاركته معكم لانني صراحه لقيت عليه نتيجه زوينه. يعني بالاخص بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره ناشفه والوجه ديالهم كيتقشر، كنصحكم بهذا الشكل هذا، بهذا الكريم هذا. يمكن لكم تسكريني والسميه ديالو كما كتشوفوا. بالنسبه للامبالاج ديالو ديري ليه هاد الغلاقه على هاد الشكل وديري ليه هذيك الدائره بالبيض. المهم صراحه زوين زوين بزاف. وغندوزو الغزالات، غادي نشارك معكم العشيه ديالي والعشيوه كذلك. المهم البنات في العشيه عرفتوا ملي كيبرد الحال كتولي الجلسه في البالكو عشاقه انك تجلسي فيه. كيولي داك الجو بارد، فريسكو كيعجبك تجلسي وتدوزي وقيته. المهم كما كتشوفوا درت انا غير بيتزا وسلقت شويه ديال البيض، عمرت كيس ديال اتاي وشعلت شميعه هكا، طلق لي الروائح الجميله يا لاله. وتجالسي يا اختي مع خاطرك كدوزي وقيته زوينه وفي نفس الوقت يعني كتستغلي الكليسه اللي صايبتي. هنايا البنات غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو لهذا النهار. وكنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا قيته زوينه. وطبعا الحادقات والاميرات ديال القناه، الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش على خاصكم بلي لايك ديالكم والبارطاج سواء في الواتساب سواء في الفيسبوك، يعني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، باش هكا الفيديو يزيد يطلع لقدام ان شاء الله. وخليتكم على خير وغادي نقول لكم السلام عليكم وبوسه كبيره كبيره لكم كاملين يا احلى غزالات.